آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال ابن عثيمين رحمه الله: وفي هذا دليل على أن التقوى من أسباب حصول العلم، وما أكثر الذين ينشدون العلم وينشدون الحفظ ويطلبون الفهم، فنقول إن تحصيله يسير، وذلك بتقوى الله عز وجل وتحقيق الإيمان الذي هو موجب العلم. فاعمل بما علمت يحصل لك علم ما لم تعلم، فتقوى الله عز وجل من أسباب زيادة العلم ولا شك. ولهذا قال تبارك وتعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به، أي تسيرون به، أي بسببه سيرا صحيحا يوصلكم إلى الله عز وجل. رابعا: بالتقوى يقبل العمل. قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين، وهم الذين يكون علمهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عامر: لحرف من كتاب الله أعطاه أحب إلي من الدنيا جميعا. فقيل له: وما ذاك يا أبا عمرو؟ قال: أن يجعلني الله من المتقين، فإنه قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وأما غير المتقين فيقال لهم: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. خامسا: التقوى عنوان الكرامة. بالتقوى يصبح المرء كريما عند الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمتقون درجات، وعلى حسب تفاوتهم في التقوى يتفاضلون في الكرامة عند الله تعالى. فأكرمهم عند الله أشدهم اتقاء الله بأداء الفرائض واجتناب المعاصي، والله عليم بالمتقين خبير بهم. سادسا: التقوى خير زاد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمر الله تعالى بالتزود لسفر الحج. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في الدنيا وأخرى فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار المتقين الجنة، وهو الموصل لأكمل اللذة وأجل نعيم، فهذا مدح لله تبارك وتعالى للتقوى. سابعا: التقوى مفتاح التيسير والرزق الوفير والأجر الجزيل. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا